معايا اتنين من الشباب الصغيرين، اخوات، والحقيقه انه بيشتغلوا تبع حمله تابعه للامم المتحده. هعرف اكتر الموضوع من لينا عمرو الهراس وعلي عمرو الهراس. اهلا بيكم معانا. ازيك يا لينا؟ ازيك؟ انت في سنه كام؟ تانية ثانوي. تانية ثانوي. وانت علي في سنه كام؟ سنة 6. سنه 6. انت صغير خالص. انت اصغر. انت بتعزف اورج ولا بيانو؟ بيانو. بيانو. بس ده اورج يعني. مش كده؟ ايوه. بتعزف الاثنين. انت اصغر تقريبا، اصغر عازف للبيانو. ايوه. مش كده؟ انت بتتكلم ولا ما بتعرفش تتكلم؟ لا بعرف. صوتك واطي خالص. طيب لينا، احكي لي على الحمله اللي انت مشتركه فيها اللي تبع الامم المتحده. دلوقتي انا في المدرسه في فريق بنروح كده زي مودي يونايتد نيشنز اللي هو الشباب. بنروح هناك وبنحل مشاكل اللي هي بتهدد السلام بتاع العالم كله، زي مثلا القراصنه وكده. وبعد كده انا رحت في المقر العام في جنيف، مقر الامم المتحده. ايوه. رحنا هناك وزرناه وعملنا تور هناك، وبعد كده رحنا على المانيا، كان في هناك بقى اجتماع، وهناك حلينا مشاكل مثلا زي القراصنه او النصب اللي بيحصل على الانترنت وكده، الحاجات اللي هي بتهدد السلام. وقلتي لي واللاجئين ايوه واللاجئين وكل يعني اي حاجه بتهدد السلام. فروحت هناك وخدت شهاده وحلينا كذا مشكله. دي بالامم المتحده؟ حلو قوي. شهاده واضحه كده معانا. شهاده ايه بقى؟ ان انت حضرتي وحلينا ايوه، ولازم نطلع بكذا ريزولوشن حل للمشكله علشان يكون الاجتماع ناجح، زي بالظبط الامم المتحده اللي هي في امريكا. وبعد كده سمعت عن حمله انت الاهم، وعرفت ان هي بتهتم بالمراه وبالطفل وكذا. دي حمله في مصر ولا دي حمله معموله برضه تبع؟ حمله في مصر. هي تبع مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه. فسمعت ان هي بتهتم بالمراه وبالطفل، وهي ليها كذا برانش. مثلا انت الاهم هي بتاعه المراه، وفي اللي هي بتاعه الاطفال. ده مثلا كولرينج بوك هم عملوه علشان الاطفال. عشان التدخين، علشان يوصلوا الرساله الاول من الطفل. ده ضد التدخين. ايوه، عشان يوصلوا للاطفال رساله انه التدخين ضار. دمر الصحه. ايوه، فهم عملوها كشكل مثلا كولرينج بوك عشان الاطفال بيحبوا يلونوا وكده. فهم يبتدوا من الاطفال لان هم الاجيال القادمه، فهم بقى هيفهموا ويفهموا قد ايه التدخين مضر للصحه وكده. وبس. فهم بقى، وهو كمان بيهتموا بعلي عشان هو اصغر عازف بيانو في مصر. ده تبع الجمعيه؟ ايوه. طيب انا هتكلم اكتر على رحلتك لجنيف، بس الاول طبعا علي، انت الموهبه دي من امتى؟ يعني انت عندك دلوقتي، انت في سنه 6 صغير قوي، بقالك قد ايه بتعزف؟ انا ابتديتها وانا عندي 7 سنين، وانا دلوقتي عندي 11 سنه. هايل. طيب ممكن تسمعنا حاجه كده بسرعه؟ انا هعزف اغنيه انا الفتها للاجئين في سوريا. انت اللي مؤلفها؟ طب اتفضل. يعني تلحين وكلمات ولا تلحين بس؟ تلحين بس للاجئين في سوريا، يعني اطفال، يعني حزينه شويه. جميل، اتفضل. جميلة جميلة حقيقي. انت اللي مؤلفها؟ ايوه. وانت مين مثلك الاعلى بقى في مثل الاعلى اللي هو الموسيقيين اللي في مصر يعني عمر خيرت. لكن في الاغاني الغربيه بحب يعني انت هتبقى يني القادم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا علي، يا رب. علي كان برضو راح حفله بتاعت ريتشارد كلايدمان. ايوه، واداني النوته بتاعته. بجد؟ ايوه. وسمعته عزفك ولا ما سمعتوش؟ لا، ما كانش في فرصه ده. بس برافو عليك. طيب الحمله اللي انت رحتي، او ممكن نقول عليها دوره رحتيها في جنيف في الامم المتحده، انت استفدتي منها ايه شخصيا؟ بتعرفي عن مشاكل
هي مش موجوده في مصر بس موجوده في العالم، وفي كذا بلد عمرك ما سمعتي عنها. يعني هناك بنروح نسمع مثلا عن بلاد عمري ما سمعت عنها، ولو ايه ده انت ازاي البلد دي، هو في بلد اسمها كده مثلا. فتسمعي وتلاقي مشاكل هناك عمرك ما عرفتي عنها، عندهم مشاكل كمان اوحش من هنا بكتير، وبتستفيدي ان هو بتلاقي حلول عمرك ما فكرتي فيها. بتستفيدي انك كمان بتشوفي ناس من جميع العالم، وبتعملي صحاب كتير. فهي يعني مغامره حلوه. كان معاكي مصريين تاني يا لينا؟ لا، احنا طلعنا كمجموعه مصريين من المدرسه عندي. وهناك بقى قابلنا شباب من جميع العالم. بس ما كانش في مصريين تانيين للاسف. وبس كده. قعدتي قد ايه؟ 10 ايام. 10 ايام. وزرتي بقى يعني زرتي سويسرا كلها ولا بس جنيف اللي رحتيها؟ جنيف، وهناك كان حتى التور جايد بتاعنا كان مصري. وهو بقى اللي فهمنا على كل حاجه في المقر العام، ودخلنا بقى اوض الاجتماعات اللي بجد وكده. شفتي الامم المتحده نفسها؟ شفتي حد من الشخصيات المعروفه المشهوره ولا للاسف لا ما شفتيش؟ علي، ايه الحاجات اللي انت يعني اما لينا راحت الرحله بتاعتها وجت حكيت لك عنها، ايه الحاجه اللي فضلت معلقه في دماغك قلت الله يعني لينا عملت حاجه جامده قوي؟ ايه الحاجه اللي عجبتك وفضلت بتفكر فيها؟ عجبتني اللي هي سافرت بره مصر وعشان تتعلم. ويعني بتعمل مجهودها على الاخر علشان يعني تعمل المشكلات اللي هي في البلد، وفي الاخر اخذت شهاده. انت نفسك تبقى كده؟ هو اوريدي علي عنده اكتر من 100 شهاده، يعني كتير قوي. ايه بقى؟ وريني. انا شايفه شهادات انتوا جايبينها دي من ساقية الصاوي. ايوه، هو الفنان علي عمرو. هو عزف مع الحمله انت الاهم في اليوم العالمي للصحه. في المركز الثقافي جمعيه مصر الثقافه وتنميه المجتمع، المركز الثقافي. كسبت فيها في المركز الاول في التلحين. برافو عليك. دي هي ودي فين؟ دي هي دي فين دي؟ دي برضه ساقية الصاوي. يعني انت واخد من اكتر من مكان. ايه اكتر شهاده بتحب يعني؟ دي عشان انت واخدها من انجلترا. دي من انجلترا. الاثنين دول، ده جريد 1 كوليدج لندن، ده جريد 1 وده جريد ده جريد 1 وجريد 2. دي مكان متخصص للموسيقى يعني؟ ايوه. بناخد شهادات من لندن. برافو عليك. انا مبسوطه جدا ان انت يعني قد كده متحمس للموسيقى، وبفرح لما اشوف انه عندنا مستقبل، يعني ما يبقاش بس عندنا عمر خيرت واحد، لا يبقى عندنا اكتر من عمر خيرت ان شاء الله. مش ده اللي انت نفسك تبقى فيه؟ طيب انا قدامي دقيقتين وعايزه انهي اللقاء، لكن عايزه لينا لو انت عندك فرصه انك توجهي رساله للشباب اللي في سنك، تقولي لهم ايه عن التجربه اللي انت عديتي فيها؟ اقول لهم ان التعليم اهم حاجه بعد الصحه، ولازم نهتم بالتعليم كويس قوي، لان هم لما يمروا مثلا يعني تجربه زي اللي انا عملتها هيستفيدوا كتير جدا. لان دلوقتي احنا بنركز في موبايلاتنا وبس في اكتر من كده بكتير، وان احنا لو عملنا حاجه مع بعض طبيعي العالم هيتحسن ويكون مكان احسن وامن لكل حد. هايل. انا بشكرك جدا يا لينا. انا هختم معاك علي، يعني ممكن نسمع حاجه تانية واحنا بنختم كده نسمع حاجه تانية، بس انا بشكركم جدا، شرفتونا النهارده لينا عمرو وعلي عمرو. وعايزه اقول بس بسرعه كده انه بكلمتين يعني هكذا تبنى العقول. العقول بتتبني بانها تتنور، بانها تشوف في اماكن تانية، انها تبقى بتخدم مش بس بتاخد، بتدي كمان. هكذا تبنى العقول. انا هختم مع حضراتكم، هقابلكم بكره ان شاء الله الساعه 12 الظهر، لكن هيكون معانا بقى نسمع حاجه من علي واحنا بنختم حلقتنا النهارده.